يسعد مساكم مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح يكون ضيفنا الدكتور ينال سراج سعيد، اختصاصي بالأمراض العصبية. نحن وأنتو رح نرحب بالدكتور ينال. يسعد مساك دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. مستمعينا، موضوعنا مهم كتير، وربما يعني شريحة معينة بتعاني من هالمرض هذا. مرضنا اليوم أو موضوعنا رح يكون هو موضوع الشقيقة، أو ما يسمى بالصداع النصفي، ربما الأصل صح التعبير. أكيد رح يعرفنا عن هالمرض هذا دكتور ينال. يا ترى شو أسبابه، او خلينا نقول انه شو اللي بتخلي هالمرض هذا يتهيج او يثار هالمرض هذا؟ شو الاعراض اللي بتظهر على مريض الشقيقة؟ شو هو العلاج؟ والكثير من الاسئلة رح نطرحها على ضيفنا الدكتور ينال. لا حتى تتواصلوا معنا فيكن تنضموا لنا عبر الرقم الارضي 429 101، او عبر الاتصال عبر الرسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر فيكن حتى إذا كنتوا برات البلد برسالة فيكن تكتبوا أي سؤال بيخطر على بالكم بخصوص الأمراض العصبية أو بما يخص موضوعنا هو الشقيقة، عبر صفحة الإذاعة بوير عربي. دكتور ينال، لحتى تعرفونا عن موضوع الشقيقة، يا ترى شو هو؟ هلا الشقيقة اخترنا نحن هالموضوع لأنه شائع. مهم. ممكن بعض الناس يستغربوا ليش شائع، يعني إنه مرض شقيقة شائع. 15% من النساء مصابين بصداع الشقيقة أيوة. بدرجة ما. صداع الشقيقة هو شكل من أشكال الصداع. تاني أشيع صداع بعد الصداع التوتري. أيوة. تاني أشيع صداع. بيجي بشكل نوبات، هذا اللي بيميزه، ما انه صداع مستمر إلا بحالات معينة ممكن نذكرها لاحقا. مهم. بس المميز فيه إنه نوبات صداع شديد بيتوضع بجهة من الرأس غالبا. مهم. نابض معطل للمريض عن الحياة. نعم. الصفة اللي بيذكرها المريض أو المريضة أكثر شيء باعتبار أشياء عند النساء، مهم. إنه الصداع عندي قوي. أول كلمة بتذكرها إنه قوي، صداع مهم. شديد. مهم. بعدين نحن بنفصل انه على شكل نوبات، بيجي بجهة من الرأس، معطل عن الحياة. المريض بيفوت على غرفة ما عاد فيه يمارس حياته اليومية. شيوعه هو اللي خلانا نحكي عنه. آه، ممكن عند الذكور كمان بيصير، بس أكثر ارتباطا بالجنس الأنثوي. مهم. عند النساء هو الأغلب، يعني نسبة، ما هيك دكتور؟ مهم. طبعا مهم. نسبة إحصائيا هو أشياء عند النساء. مهم. ليش؟ السبب لسه ما هو معروف، ما هو مثبت بالدليل. مهم. بس عدة فرضيات بتحكي عن الهرمونات الأنثوية. مهم. دعموا دليلهم أنه بعد سن اليأس، قطاع الدورة الشهرية، نعم. بتلاقي الصداع بخف بأغلب آه. الحالات، مو بكلها. تماما. مثلا في شقيقة بتجي بالدورة الشهرية حصرا، معناتها مهم. ممكن يكون لها علاقة بالهرمون. أكيد. في بعض النساء بتاخد حبوب منع الحمل اللي أيضا. فيها هرمونات أنثوية، بيزداد صداع الشقيقة. مهم. فممكن يكون له علاقة. عند الأطفال مهم. الذكور والإناث بينصابوا بنفس النسبة مهم. قبل ما تشكل عندهم الهرمونات، معناته تمام. بعد ما تشكل لها علاقة. أكيد. آه. أكيد رح نحكي ونتطرق على هالموضوع هذا كتير، سواء كانت الأمور الأسباب أو دكتور الأعراض اللي مريض عم يسمعنا أو شخص ما عم يسمعنا هلا عبر الموجة 103.5 أو عبر بثنا المباشر. يا ترى شو هي الأعراض اللي عم تظهر على أي مريض ما معين ينصاب بنوبة شقيقة؟ هلا أعراض المريض هي اللي بتعرفه. يعني هلا أعراض الشقيقة المعروف عنه إنه نوبات، أها. بيجي بشكل نوبات. هاي النوبات بتستمر بشكل صداع طبعا، مهم. نصفي. مهم. بيجي بمقدم الرأس، منطقة الجبهية أو منطقة مهم. الصدغية، بتضرب على عين أحيانا أو على الخد. بشكل نوبات تستمر لمدة ساعات، وبعض الناس لمدة أيام. أها. بشكل أقل يعني، بس الأشياء أنه لمدة ساعات. صداع نابض شديد، مهم. بيترافق مع غثيان، أحيانا إقياءات شديدة. استفراغ. المريض بينزعج من الصوت، بينزعج من الضوء. ضوء. دائما المريض هو لحاله قبل ما تستجوبه، أو المريضة بشكل أساسي بتقلك بدي يفوت على الغرفة الضلمة، مغطي راسي، ما بدي أسمع ولا صوت. هذا بيحسن حتى أنه النوبة تتراجع. هاي النوبات اللي بيميزها أن الصداع فيها نابض. المريض بيشبهه أنه مثل نبض القلب. تماما. بيجي بجهة من الرأس. مهم. طبعا مو كل المرضى بيجوا بجهة واحدة الصداع، أحيانا بيجي بجهتين. مهم. أحيانا بيجي بجهة، النوبة اللي بعدها بيجي بالجهة الثانية، بعدين بيتعمم. بس بشكل عام بيركز على جهة معينة من الرأس. المميز كمان واللي بيدخل بتعريف شقيقة وأحد مبادئ تشخيصها، بين النوبات بيرجع المريض طبيعي. بيقول أها. لك بيستمر 4 5 ساعات،
او يوم يومين وبالكتير 3، بعدين بيختفي الصداع لحتى يتكرر مرة تانية مهم. بمحرض معين او لحاله بتواتر معين. مهم. في بعض المرضى بيتكرر الصداع كل اسبوع اسبوعين، في مهم. بعض المرضى كل يومين 3، في بعض المرضى كل عدة اشهر، في تماما. بعض النساء مربوط بمناسبات معينة بالدورة الشهرية او غيره، او بمحرضات النوبة. نعم. يعني هذا بشكل اساسي اعراض صداع الشقيق. تماما. دكتور لو نحكي عن الأسباب اللي بتؤدي لإثارة هالحالة هاي، خلينا نسميها مثلا نوبة أو حالة، ربما ما نسميه مرض، ربما ما بعرف يعني، شو هي العوامل اللي بتخلي هالمرض هذا يصير يعني أو يزداد أو يتفاقم؟ محرضات نوبة الشقيقة كتيرة، العلاقة بالتغذية، العلاقة بنمط الحياة، مهم. وبشكل أساسي لازم المريض يلتزم فيها مهم. ويبتعد عن محرضات النوبة لحتى يستجيب على الأدوية، وإلا ما بتفيد. محرضات النوبة مثلا من حيث النمط الغذائي، ننصح أيوة. المرضى الابتعاد عن أنماط معينة من الأكل، مثل الدسم مثلا، مهم. السمك، الجبنة، يبتعد عن الكافيين الموجود بالقهوة، أيوة. موجود بالكولا، بشراب الطاقة بكمية عالية، نعم. يبتعد عن المأكولات اللي بتحتوي الشوكولا، اللي بتحتوي مواد حافظة مثل المعلبات، السمك، السردين. السمك البكتيريا. دسم عالي، والسردين والطون وغيره فيه مواد حافظة بنسبة صح. عالية. بيبتعد عن أكل السوق، الشاورما، المشوي، هالشغلات هاي. مهم. من الفواكه مثلا بنقول له يبتعد عن الموز والحمضيات، أيوة. البصل والثوم. أيضا. اي اكل بفوت عليه الثوم، مو ضروري الثوم يعني مطبوخ بالاكل معلش، بس ني هو اللي بيأثر. محرضات الثانية بتتعلق بنمط وسلوك الحياة. مهم. المرضى الشقيقة لازم ما يسهروا، السهر بيحرض النوبة. مهم. المرضى اللي بيجوعوا، المريض الشقيقة دائما بنقول له اول ما بتجوع بتاكل، ما بتخليه جوعان. ست البيت لا تستني ليجي زوجي ليجي اولادي من المدرسة، لا تخلي حالك جوعانة، ممكن تحرض نوبة شقيقة بنفس اليوم او ثاني يوم. مهم. المكان اللي فيه ضجة عالية، مهم. الروائح القوية سواء كانت روائح حلوة أو روائح كريهة، مهم. والدخنة مثلا. حتى بالبيت ست البيت لا تستخدمي كلور، كلور. فلاش، معطرات، ابتعدي عن هالشغلات هاي. لا ترشي على حالك أو الشاب حتى إذا معه شقيقة نعم. نفس الشيء. مثلا التعب المزمن، يعني مثلا لا تحط شغلك كله بيوم واحد، حاول توزع شغلة يكون في قسط كافي من الراحة. الابتعاد عن التوتر لأتفه الأسباب، خاصة مهم. هلا بهالوقت هذا. التوتر يعني إذا بدك تدور على التوتر، التوتر موجود بكل مكان هالفترة. صح. إذا بدك تزعج حالك مريض شقيقة بدك تضل تعاني وما تستجيب على الأدوية. مهم. مثلا الموبايلات، الشاشات بشكل عام أيضا. لفترة لساعات طويلة مثلا ممكن يحرض نوبات شقيقة، خاصة إذا طفيت الضوء. هالضوء اللي عم ياخذ ويعطي بيحرض نوبات الشقيقة. في مهم. محرضات تانية كتيرة، مثلا المشي بالشمس القوية بالصيف، أيوة. تبتعد عنها. البرد القوي كمان، بس بالصيف المشي تحت الشمس الساطعة ممكن يحرض نوبات شقيقة. فحتى النساء ممكن نطلب منهم يشيلوا شمسية إذا اضطروا يطلعوا من البيت، مريض مهم. الشقيقة اللي بتعرف عندها نوبات. تماما. هي كل هالعوامل هاي بتصير الحالة يا دكتور. طبعا للي عندهم شقيقة، للي ما عندهم شقيقة أكيد لا، هدول المريض اللي مشخص عنده آه. شقيقة بده يلتزم بهالشغلات مهم. لحتى يستجيب على الأدوية وما تكون نوبات معندة عنده. مهم. وهذا بده يصير نمط حياة من ناحية نمط الأكل. في أكيد. بعض المرضى بيسألوني لأيمتى ما بدي آكل، أها. او مثلا ممكن لايمتى ما فيني اكل شاورما، ما فيني اشرب كولا. بدك تخليه دائما هذا نمط حياة بالنسبة لك. تغير نمط اي حياتك. دائما لاخر العمر. هلا الشقيقة بشكل عام بعد 40 ممكن تخف النوبات، مهم. نتساهل شوي، بس بشكل عام بده يصير نمط حياة له. اها. دكتور ذكرت يعني استنتجت سؤال مهم كتير. اذا بعد الأربعين سواء عند الذكر او الانثى بيخف الحالات، وبسن ال 18 معناتها بهالمرحله هاي هي الاكثر عرضة، ما هيك دكتور؟ لو تشرح لنا عن الموضوع هذا. الشقيقة بشكل عام بيتشخص قبل 40، اها. هذا العمر المشخص، خاصة بالثلاثينات العشرينات. اه. بعد 40 ممكن نشخص شقيقة كأول نوبة، بس لازم يكون حريص. اها. يعني ما يكون في شيء عم يقلد الشقيقة، لأنه الشقيقة بالعادة بيجي قبل 40. إجا بعد 40 ممكن أعمل استقصاءات، أو اها. أفحص المريض أكثر، دور على أسباب تانية، صور المريض، حلله أو تصوره أكثر شيء، ما يكون في شيء تاني، لأنه مو شائع. ممكن بس مو شائع يجي بعد 40. مهم. بس هاي ما قاعدة. في مهم. بعض الناس الشقيقة بيتغير بعد 40، بيتحول لأنماط تاني، بصير مهم. صداع مستمر. او اها. مثلا ممكن شقيقة احيانا يعني تترافق من نسمة، في اعراض بتصير قبل النوبة بتوحي للمريض انه ايوه. النوبة رح تصير. تمثيل بياني خلينا نسميه يعني او لا، بتصير مثلا نسمة اورا بيسموها، بتصير اهلاسات بصرية. مثلا مريض شقيقة بيقول لك ايوه.
قبل النوبة مثلا بشوف بقع بيضاء أنا قدام عيني، تماما. أو مثل نقط أو دبان عم يطير، تماما. أو مثلا مثل شوف موجات أو شغلات عم تكبر وتصغر، ايوه. بعرف حالي رح يصير معي نوبات. مهم. بعد الأربعين ممكن ما عاد يصير صداع، تصير الشغلات بس. فقط. فالمريضة بتذكر إنه إيه عم يصير معي الأعراض اللي اها. كانت تصير قبل النوبة، بس هلا ما عاد تصير، يعني أو بتصير بس ما عم يصير صداع. مهم. بنطمنا ما في شيء، هذا توابع الشقيقة. مهم. قليل جدا من الحالات النوبات تزداد أو بتضل مثل ما هي. تماما. حابب ذكر المستمعين للي عم يسمعونا على الموجة 103.5، انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو الدكتور ينال سراج سعيد، اختصاصي بالامراض العصبية. موضوعنا هو مهم كتير، موضوع الشقيقة. عم نتناوله، وطبعا وصلنا لمرحلة معينة من شرح الموضوع هذا. للي حابب يسأل او يتفضل يسأل عبر الاتصال، الرقم الأرضي 429 101، أو عبر اللي عم يشاهدونا عبر البث المباشر بوير عربي. حتى عبر الواتساب فيكم تنضموا لنا عبر رسالة 093 82 80 81 4. دكتور، من خلال حديثكم قبل شوي موضوع التصوير أو بتلجأوا للتصوير مع معين، يا ترى كأطباء عصبية كيف بتشخصوا هالمرض هذا بالعيادة؟ بالفحص السريري بتلجأوا لإجراءات تانية؟ كيف بيتشخص عندكم المرض؟ الشقيقة يعني ما بيتشخص بتحليل معين أو بصورة معينة، مهم. بيشخص من خلال قصة المريض المرضية، من خلال الفحص السريري. مهم. سؤال المريض إذا في حدا بالعائلة هيك، افحصوا منيح، انفي اها. الأسباب التانية اللي ممكن تقلد صداع الشقيقة. ايوه. بعدين ممكن فهمه حوالين مرضي واعطيه الدواء من دون ما اصور. اذا مهم. كنت متاكد هاي مو اول نوبه، مهم. هاي نوبات عم تتكرر عند المريض، في عنده قصه تماما. عائليه، حتى ولو ما في قصه عائليه، مهم. صداع المريض متماشي مع الشقيقه، فحصه طبيعي 100%، ما عنده سوابق مرضيه، مهم. ما في سوابق عائليه، ما في داعي يصور. اما جاي مريض اول نوبه مهم. والفحص ما موجه كتير، القصه ما واضحه، او الصداع لسه ما صار واضح، ممكن انا اصور، او صداع شديد ولاول مره ممكن تماما. انا شك بشغلات تانية، ممكن هون صور اطلب تصوير طبقي محوري، مهم. او احيانا رنين مغناطيسي، لانه في امراض ممكن تقلد الشقيقه اها. باعراضها. فهون بضل فحص مهم. سريري طبيعي، قصه مرضيه ماشيه، مهم. هذا مو اول صداع، دائما بيجي في قصه عائليه او احيانا ما في، هون ما في داعي اصور، تماما. بس بصور بحالات معينه لما بشوف المريض ملح، مهم. متوتر، خايف حوالين مرضه، بعتينه خايف، اها. جيرانه ناصحينه، فهون تماما. بنصوره لحتى يطمن، اكيد. لانه القلق حوالين المرض بيحرض الصداع كمان، اكيد. صداع الشقيقه، هاي كمان. فبنصوره هون لنطمنه اها. ونطمن نحن كمان. اكيد. دكتور، من ضمن سياق حديثك ذكرت موضوع القصة العائلية، ترى الوراثة بيلعب دور كمان؟ الوراثة هلا تلعب دور بكل شيء بالحياة. مهم. صداع الشقيقة الوراثة لها دور، لكن ما قاعدة. مهم. يعني الوراثة ما وراثة محددة مهم. بنمط محدد بينتقل والله مثلا للابن الابناء او الام، لا مهم. ما أنا قاعده. فغياب القصه العائليه للشقيقه ما بينفي الشقيقه تماما. نهائيا، هي احد بنود التشخيص يعني، تماما. احد الأسئلة اللي الكرايتيريا المفروض. ايه، بس ما أنا قاعده، يعني انه غيابها مع وجود عوامل تانية وشك قوي ما في داعي انه انا مهم. اتمسك بشرط الوراثه. مهم. وراثه موجوده في كتير من الناس، بيكون في قصه عائليه مهم. بالعائله القريبه او حتى بالخالات العمات او الابعد. ربما. خاصة من ناحية الإناث، نحن باعتبار أشياء عند الإناث، مهم. هون ندور على الوراثة. غياب القصة الوراثية ما بينفي الموضوع طبعا. تماما. دكتور، وصلنا لموضوع التشخيص. بعد التشخيص يا ترى موضوع العلاج، بعد ما يوصل الطبيب للعلاج، اللي بيسأل هلا على يسمعنا، يا ترى له علاج نهائي أو له علاج مثلا دوائي آني ربما خلينا نسميه؟ هلا دائما بدك تعالج مرض بدك تعرف سببه، أها. فبتعالج سبب بيختفي المرض. تماما. للأسف الشقيقة مو معروف لحد هلا إنه في سبب محدد، في فرضيات ما أنا نظريات مثبتة بالدليل، أها. فرضيات العلاقة بهرمون السيروتونين بالهستامين، العلاقة بالشخصية، العلاقة بالوراثة، في مهم. فرضيات بتحكي عن البيئة، عن يعني نمط الغذاء، تماما. بس شيء مثبت ما في. مهم. في نظريات عم تحكي انه مريض شقيقة بشكل عام مريض من نوع الشخصيات المتوترة دائما، الحدية اللي بتدقق على التفاصيل، بتتخانق على أتفه الأسباب، متصلب الرأي. طبعا هاي فرضيات ما أنا بتضلها نظريات مثبتة، فرضية. ما عرفنا السبب إذا
هون ما فينا نشفي المريض 100%. مهم. لا يشفى المريض 100%، مهم. لأنه ما في شيء عضوي واضح، مهم. لكن ممكن المريض يتحسن وحتى تختفي النوبات بشكل كامل إذا التزم بنمط تغذية معين، مهم. نمط حياة معين، ستايل معين، نمنعه من شغلات محددة، مهم. كلها سوا. وبعدين بيجي العلاج الدوائي اللي بينقسم لثلاث أقسام: علاج المريض أثناء النوبة، اها، هاي مهم كتير يعني. لحال، علاج المريض بين النوبات، وتوعية المريض حوالين مرضه، مهم. والتزامه بحمية الغذاء ونمط الحياة. تماما. دكتور، بنسمع احيانا بموضوع شقيقة الاطفال، يا ترى ما مدى صحة الحكي هذا؟ شو هو شقيقة الاطفال لو تحكينا عنها كمان؟ الشقيقة موجودة عند الأطفال. أصلا أشيع أنواع الصداع عند الأطفال هي الشقيقة. الله. كل طفل بيجي بصداع فكر بالشقيقة أنت. طبعا ما تشخص شقيقة لا يعني كرايتيريا تشخصها، فحص مهم. المريض كسر القصة. دائما طفل فكر بالشقيقة. الأطفال ممكن يصير عنده شقيقة، لكن قد تختلف بصفات معينة عن البالغين. كيف؟ يعني اها. المريض ممكن ما يقول لك صداع قوي كتير. طفل عنده الوصف مو مثل الكبار. تماما. لما ما بيكون الوصف دقيق التشخيص هون شوي بيضيع، صح. فما بيعرف يوصف. المريض مثلا طفل بتجي ساعات، الأم مثلا بتذكر اها. انه ابني كل اسبوع اسبوعين او كل شهر مره بيجي من المدرسه او جايبينه اها. تعبان، او استدعوني لقيته شاحب، مهم. متعرق، ما عم يحكي، استفرغ او بيستفرغ كذا. احيانا، اها. او احيانا بيشكو من وجع بطنه، صح. في صداع او ما في صداع، وجع بطن. مهم. فهون مع تكرار النوبات، مع فحص سريري طبيعي، مهم. مع وجود قصة عائلية، ضروري ندور عند الأطفال عن القصة العائلية اللي ما بتنفي، لكن دور هون. مهم. عند الأطفال مهم مهم. بيكون في قصة عائلية. يعني أنا كل المرضى اللي شفتهم أطفال شخصنا شقيقة كان في قصة عائلية، اها. يعني على الأقل عائلة البعيدة، يعني على الأقل. مهم. فممكن الأم هون تكون خايفة على ابنها. الطبيب مسؤوليته يطمنه وينفي الأمراض الثانية طبعا، لأنه كثير من الأحيان بيجي الشقيقة عند الأطفال بشكل ألم بطني مع مهم. تعرق، نوبات. مهم. هون ممكن يكون في داء نشواني، حمى البحر الأبيض المتوسط، بورفيريا ربما. حادة متقطعة، أو خمج إنتاني، أو ما يكون أول نوبة التهاب زايدة دودية، أو أي شيء. هون بدنا ننفي. اكيد. بعدين بنطمن الأم إنه هاي شقيقة. ممكن تختفي بعد البلوغ، مهم. ممكن تتحول لنمط معين، بصير الطفل بالغ يعرف يوصف لنا والله الصداع عم يجيني صح. هيك، ونشخصه بقى 100%. دكتور، رح نجاوب على سؤال أخونا لازقين على البث المباشر، وبعدين رح نتطرق لموضوع التوصيات، أو خلينا نقول النصائح الوقائية. دكتور الأخ لازقين عم يقول: عندي سؤال للدكتور، في رمضان ولا يوم كان في وجع أو صداع قوي، بعد رمضان صار صداع قوي، بس لما بحرك راسي بدون حركة ما في صداع. ما بعرف، هو شوي ما عرف يوصف، ولكن انه فهمنا انه بعد رمضان صار معك وجع راس، هذا اللي هلا اللي فهمناه من الأخ لازقين مم. إنه عنده شقيقة هو، مم. مفروض بالصيام يزيد. تماما. هو عم يقول لي ما زاد. اها. هلا الشقيقة نحن حكينا القواعد العامة، في تمام. استثناءات كتير كتير. مهم. يعني في بعض مرضى الشقيقة ما بيجوا بصداع نصفي، بيجوا بصداع عام، يعني اها. بكامل الرأس، ما بيجي نابض، ما في قصة وقفوي او عائلية، مثلا أو جبهي. بيجي قفوي نعم. ممكن جدا. مهم. في بعض الناس بيقول لك لا أنا بشرب قهوة بيروح صداعي. تماما. صداع الشقيقة مثل الكولون، كل مريض بيتضايق على أكلات معينة. حلو. مم. نحن بنعطي النصائح العامة، بس مم. المريض بيحط لمساته وإضافاته إنه لا أنا هاي ما بتضايق عليها، لا مم. معناتها ما بتتضايق كلية هاي الشغلة. مهم. فبشكل عام مرضى الشقيقة بيزيد عندهم صداع الجوع. ايوه. الأخ لازقين هون اختفى الصداع. هون ممكن نحن نشك شوي بالتشخيص، مهم. نراجع حالنا، مهم. نتأكد مرة تانية. نعم. ممكن على الجوع أو على الصيام تحسن، صوموا تصحوا. تماما. بس يعني ما أنا قاعدة إنك تجوع الصداع الشقيقة يتحرك. عند الأغلبية بيتحرك، عند تماما. بعض الناس ممكن ما يتحرك. بس هون بنحط إشارة استفهام. أخ لازقين ممكن نتأكد، نراجع بعض مهم. إذا هذا شقيقة فعلا ولا لا. مهم. تماما. بنهاية اللقاء الممتع والمفيد جدا، حابب أشكر الدكتور ينال سراج سعيد، اختصاصي بالأمراض العصبية، على هالمعلومات القيمة. أكيد قبل ما أشكره رح نختم لقائنا دكتور بمجموعة نصائح وقائية لمرضى الشقيقة اللي عندهم مرض أو حالة، أو للي لسه ما تشخص عندهم المرض، للي سمعونا هلأ، وللي بتمنى أنه يكونوا استفادوا ويتوجهوا لعند طبيب عصبية لحتى يتشخصوا منيح. ونصائح للي عم يسمعونا. أول شيء بنصح المرضى أنه يتابع عند طبيب عصبي يكون خبير بهذا المرض. مهم. الشغلة الثانية،
التزم بطبيبك. يعني بشوف المرضى بيغيروا أطباء كتير، نعم. بيغيروا أدوية كتير. مهم. نظرة الطبيب تختلف بين طبيب وآخر. أدوية كتيرة، الأدوية الوقائية خاصة. صح. بتشوف المريض شو معه أمراض، شو عم ياخد أدوية، بتختار الدواء المناسب لإله. بتعطيه دواء وقائي ولا ما بتعطيه. كل مريض حالة لحال. مو تماما. كل المرضى بياخدوا نفس العلاج. دكتور شو هو علاج شقيقة؟ ما في شيء اسمه شو هو علاج شقيقة. نعم. انت شو حالتك، فحصك، بعدين شخصنا شو معك امراض، نختار لك الدواء المناسب، بعدين تابع تاثيراته الجانبيه. صح. فلا تغير طبيبك، لا تغيري طبيبك كتير. تابع عند الطبيب. الادويه الوقائيه عند الناس اللي بتكرر عندهم نوبات كتير، ايوه. هدول نعطيهم ادويه وقائيه. اصبروا على الدواء. الدواء ما بيأثر اول اسبوع ثاني اسبوع. تمام. الدواء بيأثر بين الشهر وثلاث اشهر لبين ما يأثر. يعني بين الاربعه والست اسابيع 8 اسابيع لحتى يظهر مفعوله اللي بنعطيه عند المرضى اللي بيجون استجابة نوبات. يعني. الاستجابه. فلا تمل من الدواء. صار اي تاثيرات جانبيه اتصل بطبيبك، مر عليه على العياده بيكون احسن. لا تغير طبيبك كثير. التزم بالنصائح اللي اعطاك اياها الطبيب من ناحيه التغذيه. لا تتهاون بالموضوع باي مناسبه كذا. هالاكله ما بصير اكلها، ما بصير اطلع سياره مسافه طويله، امشي بالشمس القويه. هون بتكون حياتي مرتاحه. حياة الأسلوب مرض الحياة. الشقيقه ما مرض خطير، ما مرض عضوي. بيلازم المريض او المريضه بس، يعني 3/4 العلاج بايد المريض والربع بيجي على الطبيب والدواء. شكرا كثير لكم دكتور ينال على هالمعلومات القيمة وعلى هالاستضافة الحلوة. اهلا وسهلا. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا. بشكر زملائي بالكنترول والبث المباشر. خلوكم معنا طبعا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.